احنا بنشتغل في حضانه، احنا قاعدين الصبح. حضانه ايه؟ حضانه الانجيليه تبع الكنيسه. تمام. واحنا بنلعب والاولاد الكنيسه الانجيليه في الاقصر، واحنا والعيال الاولاد كانوا قاعدين بيلعبوا كده وبنلعب مع الاولاد. بصينا لقينا انه في ناس دخلوا علينا من باب مقفول، باب حديد كبير ومقفول احنا قافلينه بالجاز. بصينا لقينا بتاع 50 واحد داخلين علينا كده، معرفش دخلوا ازاي. بصينا لقيناهم كسروا الباب الخلفي اللي ورا بتاع سكن الكنيسه، كسروه ودخلوا علينا معاهم لاسلكي ودخلوا كل الناس وبقوا يزقوا فينا، والناس دخلت جوه في الحضانه ويزقوا في الاطفال ويزقوا فينا احنا. كانوا كام واحد تقريبا؟ غالبا 50. 50 واحد دخلوا على الحضانه اللي فيها 14 طفل وعمرهم 3 سنين. 20 طفل عمرهم من 3 سنين لطالع، واحنا 3 بنات بس في الحضانه. اثنين والداده وما معناش حد تاني. فدخل علينا وفضلوا قالوا احنا هنهد دلوقتي، طب ادونا فرصه نلم الحاجات. لا احنا هنهد دلوقتي، يلا خد الاولاد دي وبعديهم من هنا. بيزقوا في الاطفال الصغيرين والاولاد بيجوا يبكوا ويزعقوا فينا احنا. وبعدين لما جه الجسيس دخل راحوا ابتدوا يهدوا في السور. راح الجسيس ركب على السور بهدلوه، وفضلنا احنا نصرخ باعلى صوت، والجسيس ونصرخ، وفضلوا يشدونا من ايدينا ومدوا ايديهم علينا بقله ادب. ما كانش فيه كرامه، حسينا ما فيش كرامه للانسان ولا قيمه، حسينا ان احنا ولا حاجه يعني. فين حقوقنا؟ والاطفال في الوقت ده كانوا بيصرخوا؟ مش قادرين نلمهم، مش عارفين نلمهم من فين ولا من فين. كانوا قاعدين بيعيطوا خايفين؟ اتصرفتوا معاهم ازاي؟ عملتوا فيهم ايه؟ جينا ندخلهم في الكنيسه لما خفنا عليهم. بيجي هم العمال وكل بتوع الشرطه يزيحوا في الاطفال الصغيرين بهدلونا، والعيال يبكوا يا مس. طب بتبكوا ليه؟ الاطفال بيصرخوا عشان احنا بنصرخ وشايفين المناظر. بيجوا يبكوا، احنا كلنا بنصرخ على طول. حصل الساعه كام ده النهارده؟ 9 الصبح. 9 الصبح كان الكلام ده، وحصل ظاهر الاطفال الصغيرين الابرياء دول. ايه ده؟ يبكوا العيال الصغيرين. قفلوا علينا كل البيبان. كانوا 19 النهارده 19/3/2010 حصل كل اللي احنا بنحكي فيه ده. لما قعدنا نصرخ انا ومرات القسيس والداده واماني، قفلوا علينا البيبان، دخلنا الكنيسه وقفلوا علينا بيبان الكنيسه وحطوا قوات امن ومسكوا القسيس داحكينه بره ومش قادرين نطلع القسيس ولا نطلع الفيلمون اللي كان معاه. ضربوه كان زي خروف تحت رجليهم. ولما صورنا الحاجات دي خدوا منا الموبايل ومسحوا ده، عملوا ديليت الحاجات اللي صورناها. خدوا الموبايلات خدوا خالص، عملوا ديليت. مرات الجسيس بهدلوها ضربوها. ومرات الجسيس طبعا شيء طبيعي، كانت طالعه فوق دافعه عن الكنيسه، نزلوها مجروره زي الخروف. انت بتشتغلي في الحضانه؟ انا مش في الحضانه. اوكي. ودي الداده. ايه اللي حصل؟ احكي لنا اللي حصل. لو في حاجات طرحوني من هدومي كده وطرحوني من يدي وقالوا اطلع اطلع اطلع. قلت لهم استنوا هتلاقوا كوبايه ميه. طيب الطفل بقى يبكي عاوز يشرب. قالوا لا احنا هنلافيكي اطلع اطلع. يزقوا فيا وطرحوني من هدومي. احنا ما كناش عارفين مين بيضربنا. كل كان لا يقل عن 500. بعد ما كانوا 50 بقوا 500 قوات امن اسلحه مش عارف ايه. دخلوا علينا ودخلوا علينا ومش عارفين مين يضرب فينا ولا ده يلطش فينا ولا عارفين نلم مين معانا. ولا حتى كان راجل كان معانا واقف وشايفيننا ستات وشغالين يلطش فينا ومحدش مهتم باي حاجه. مش مستنين حتى راجل يوقف معانا حتى نقول له استنى. طيب اني مفيش. دخلوا فينا زي الخرفان يضربوا فينا. انت حاسه بايه بعد اللي حصل ده النهارده؟ احساسك الشخصي في اللحظه دي ايه؟ احس بايه؟ احس باهانه غبيه يعني. انا ما اتضربتش قد كده من حد خالص. انا ابويا اللي في البيت ما ضربنيش بالقلم. ورجال الامن اللي المفروض ان هم بيحافظوا على يدافعوا عن الشعب، المفروض يدافعوا عن الشعب، كانوا بيضربونا ويزقونا مش يدافعوا عننا. وانت ما عملتيش ذنب ارتكبتيه عشان ما عملتش حاجه. انا عملت مجرد واحده بشتغل في شغلي، ما عملتش اي حاجه. خايفين على الاطفال اللي معانا احنا، خايفين عليهم وخايفين العيال. ودي الاطفال هي تسالهم بس الاطفال خايفين يقولوا اللي حصل، خايفين. العيال كانوا بيبكوا الصبح. خايفين لما العيال خايفين حضانتهم بتتهد فجأة. انا عايزه بس اقول حاجه صغيره بس يعني. اتفضلي يا مدام. غالبا يعني حضرتك مدام القسيس؟ نجا حمادي في نفس وقت العيد الكبير والشباب طلعوا بيعيدوا العيد اللي فات وعيد الميلاد وضربوا ناس زي كده واحنا نشكر ربنا بقينا على العيد حوالي 10 ايام، فلازم يخلونا نعيد كويسين في كل وقت يعني. بالتوقيت ده حادثه. وكنا زمان بنقول الارهاب والارهاب بيضربنا ونروح نشتكوهم للحكومه. دلوقتي لما انا الحكومه تيجي تضربني وتبهدلني واروح اقول للكبير ده واحد من عندك ضربني، يقول لي روحي شوفي مين ضربك كده، لو عرفتيه تعالوا قولي لي. ده مين اللي بيقول كده؟ واحد اسمه سيد الوكيل. اكبر واحد فيهم
يعني يعتبر تحت المحافظ على طول. واحد تاني اللي كان واقف وقال له أدبها عشان تنزل، يقول لي احنا يا مدام قلنا لك اتفضلي. عمال اللي كانوا بيشيلوا الحاجه وينزلوها يقولوا احنا مدام شفناكم متبهدله بس ما نقدرش نتكلم لان احنا ناس بنشتغل ما ذنبناش حاجه، احنا ما يرضناش اللي حصل ده لكن ما ينفعش نتكلم. مشوا اللي ضربك عشان ما تضربنوش. وراح مشاه لما قلت له ده ضربني راح قال فين؟ طب طلعيه كده وعمل لي مشوه. ومشاه. بسأل سؤال تاني، لو شفتي الشخص اللي ضربك ومد ايده عليك هتعرفيه؟ من وسط 100 بقى اضربه كمان لانه هني جدا. اوكي. دي الهدية الجميلة عيد القيامة، وبعد ما الأقصر بقت محافظة يا دوب من 3-4 شهور، دي من ضمن الهدايا القيمة اللي بيقدموها لمحافظة الأقصر. المبنى اللي قدامنا ده دلوقتي هو مبنى السكن بتاع الكنيسة الإنجيلية، والمبنى اللي كان فيه الحضانة اللي احنا كنا بنسجل مع الناس المسؤولين اللي فيها. قادرين تشوفوا كل الأحداث اللي حاصلة.